كيوصل وقت الزكاه نفسك كتقول لك ما كاينش اشكال، راه انت فرزتيها ودرتيها في واحد الجوا وحطيتيها، راك ما غتستعملهاش، ما تقربش ليها، ولكن غنتسناو حتى يبانوا الناس اللي هما كيستحقوا هذا باش نعطيها لهم. تتشعل لك ماشي بوله، كتشعل البوله وكيبدا الزماره كتغوت شريف، واو راه العدو هذاك بقى عندك وسط الدار، هذاك الفلوس ديال الزكاه اللي ما خرجاتش هذاك عدو جالس وسط الدار. واش كاين شي واحد مفلوق كيخلي العدو يجلس عنده في الدار وانت ناعس جابد عليه؟ العدو عباد الله ما كيخليوش يدخل مع الحدود، انت مدخلو لدارك وجابد عليه النعسه. لا ولكن ما كاين ما ولكن طولوا ونقصروا، واخا نمشي بالعشاء ما عنديش اشكال، دبروا راسكم نتوما مع السي محمد. ما كايناش شي حاجه سميتها راه ملي وصل وقت الزكاه راه كنديرها في واحد الخنيشه وتنحطها باش ما نقربش ليها وكنتسنى تيجيو اللي كيستحقوا. السؤال بليد على قد فهمتي، وسمحوا لي وعذروا لي فهمتي الله يجزيكم بخير. انت توصل وقت الزكاه يعني دار 359 يوم ما عمرك ما سولتي في الناس اللي كيستحقوا، تسنيتي توصل وقت الزكاه عاد باش كتسنى فيهم هما يجيو عندك، وملي كيجيو عندك دوك اللي كيدقوا الله يجزيك بخير دور معنا كتقول هادو راه حريفيه بيعه وشرايه، غنتسنى الناس اللي مستحقين، زعما اللي مستحق غيجي يدق عليك غيبيع وجهه قدامك انت. اش قال سيدي ربي على هذا النوع ديال الناس اللي هو اللي مستحق؟ قال لك لا يسالون الناس الحافا، قبل من الناس قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. هذاك الذي يستحق راه ما يجيش يدق عليك، وجهه عزيز عليه واخا ياكل الدجاج ويمشي على الشوك، ما عمره ما يجي عندك يقول لك اعطيني. نهار تلاقى معاه كتلقاه تيتبسم لك احسن من التبسيمه اللي كتبسم انت اللي خصك تخرج الزكاه. سيادنا عندك 359 يوم، راه ماشي غير تلقى المستحقين، راه تلقى المستحقين ديال المغرب وديال الجزائر وديال موريتانيا وديال بنغلاديش، خاصها يكون عندك ما تعطي باش ملي وصل الوقت عندي الليسته ديال التليفونات، فلان فلان فلان، الو السلام عليكم حاج بخير لاباس عليك هاني وبشحال هادي ودي ما شناك، اعطيها ليه صدقه لكن في ثوب العفه. ودوز راه كاينه شي بركه ديال الزكاه نعطي الهضره ديال الويل الطويل، المصيبه الكحله ولينا فيها. جاي السيد وجهه في الارض عارف غتعطيه الزكاه، عارف غتعطيه وسخ فلوسك، انت لست مجبرا ملي تعطيه الزكاه لست مجبرا انك تقول هذاك السيد اللي غادي ياخذ هذه راه الزكاه ديال فلوسي، لست مجبرا، بل لست مجبرا انك توريه وجهك كاع. غتشوف لك شي واحد من اهل الخير والفضل وغتقول الله يجازيك بخير، لا دريسه الفلان فلانيه هاد الجوا هذا يوصلها قبل المغرب، الاخر يقول لك مرحبا سمعنا واطعنا. كتلقى بنادم مخدم كونطابل ومخدم كذا ويدفع الدوسي ديالو الفيديوسيير باش يديروا ليه البيلون انويل ويدير هادي ويدير هادي، وكيجيب واحد مثلا السيكوريتي تيخلصوا، وتيجيب واحد ديال الميناج تيقاد ليه، ويجيب ربما واحد اللي عنده شي شركه فيها جرده وديك العياقه ديال لا ار اس او وجالس كيصاوب ويمقاس ويقاد الى اخره، كيجيب واحد الشركه شاده ليه جارديناج حتى هو. كتقول ليه خويا الله يتقبل والله يزيدك من فضله، والله العظيم الا تنفرحوا ملي كنشوفوا المسلمين الحمد لله تيتحركوا في الفلوس، تنفرحوا بواحد الدرجه اللي ما تصورش على البال. لكن كتقول لي حبيبي خدمتي هذا الشيء كله، واش ما كايناش امكانيه انك تخدم واحد المستشار شرعي؟ علاش كنتسناو حنا حتى كطرا موبقه كحله وعلاش كنبداو نهزوا التليفونات ونقلبوا؟ واخا عبد الجليل كتعرف شي واحد يفك لنا هاد الجره هذه؟ ما كيعرف حتى واحد عبد الجليل، كيعرف مرته وولادو وصاوعطيو اتساع. مستشار شرعي اش فيها اللي درت ليه انا واحد القدر مالي معين خلصتو، عطا الله طلبه العلم تبارك الله اليوم اكفاء، ويكون مستشار شرعي مع الشركه واحد والشركه جوج والشركه ثلاثه. كتلقى لي ملتي ناسيونال مخدمين معاهم لي كونسيي جوريديك، طالب متخرج من كليه ديال القانون وضابط القانون تيخدم مستشار قانوني مع هذه الشركه ومع هذه الشركه ومع هذه الشركه واللي شاد لهم الملفات. علاش حنا ما نهتموش بطلبه العلم الشرعي؟ طلبه العلم طالب علم ضبط شغله مغيز مزيان، جامع في نفس الوقت علم ديال العلوم الشرعيه وفي نفس الوقت مساري السوق وعارف الوقت اش تيدار فيها، باش يكون طالب علم عايش الواقع. وهذا نعم سيدي دير لي واحد بركه ديال الخلصه ولا يدقق معايا باش يقول لي يا ودي هذه المساله هذه راه ما تدارش، هذه المساله كدار، هذه كذا، هذه ما كدارش. الحاج راه وصل وقت الزكاه، راه على حسب العام والمسائل اللي عندي راه عندك قدا وقدا، ما تحتاجش انت تبقى جالس راه هو مصيب لك هو الشغل. نحتاج هذه الامور كلها، لكن باش نوض انا ونتحرك وندير حركه بحال هذا الشكل والله العظيم الا ما كانش القلب موصول بالله عز وجل والله ما ديرها.
وهذاك القلب لن يوصل بربه إلا بكثرة ذكره لربه عز وجل.